أعلن نادي الهلال عن تطور جديد فيما يتعلق بإصابة حارس المرمى المغربي ياسين بونو قبل مواجهة الفريق أمام الطائي في إطار الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين. يستعد الهلال لهذه المواجهة المهمة التي ستقام بعد غد الجمعة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد. كان بونو قد خرج مصابا في منتصف مباراة الهلال مع ناساجي الإيراني التي أقيمت الاثنين الماضي، وكان ذلك في إطار ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة أكد مدرب الفريق البرتغالي جورجي جيسوس أن تغيير حارس المرمى جاء نتيجة لإجهاد عضلي، وكان إجراء احترازيا للحفاظ على صحته. وفي بيان نشره الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، أعلن النادي أن بونو قد خضع لجلسة علاجية في عيادة النادي، ويسعى حاليا الحارس المغربي للتعافي واللحاق بمباراة الطائي، خاصة في ظل إصابة الحارس الثاني محمد العويس، ولكن لم يتم تحديد موقفه من المواجهة حتى الآن. من ناحية أخرى، احتفل علي البليهي مدافع الهلال بخوضه مباراته رقم 200 بقميص الفريق في مختلف البطولات. نشرت الهلال صورا للبليهي وهو يحمل قميصا عليه الرقم 200 خلال تدريبات اليوم، وذلك في إطار احتفالية اللاعب البارز البالغ من العمر 34 عاما. وفي سياق متصل، أوضح البيان الصادر عن الهلال أن الثلاثي المكون من العويس وياسر الشهراني وحسان تنباكتي يواصلون عمليات التأهيل. ينتظر أن يكمل الهلال استعداداته يوم غد الخميس للمواجهة المرتقبة مع الطائي.